السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بعد انتهاء مباريات اليوم من الدوري العراقي إليكم أبرز النتائج: الزوراء يهزم الشرطة بهدف مقابل الشيء، الميناء يهزم نفط البصرة بهدف مقابل الشيء، تعادل كربلاء بثلاث أهداف أمام القاسم، ونور الزاخو توقفت المقابلة بسبب نزول الجماهير إلى أرضية الملعب. الزوراء متصدر 61 نقطة، الشرطة الثانية 59، ثم زاخو 52، الطلبة رابعا ب 48 نقطة، خامسا القوة الجوية 47 نقطة، القاسم سادسا ب 44 نقطة، ثم نفط ميسان ب 42 نقطة، في المركز الثامن دهوك ب 41 نقطة. في المراكز الأخيرة لدينا ديالا في المركز السابع عشر مناصفة مع نفط البصرة ب 24 نقطة لكل فريق، يليها كربلاء في المركز ما قبل الأخير ب 22 نقطة، ثم الحدود في المركز الأخير ب 14 نقطة. هداف الدوري العراقي مهند علي كاظم لاعب الشرطة ب 20 هدف، يلي جوستافو هنريكي لاعب زاخو ب 16 هدف، ثم مروان حسين لاعب نوروز 14 هدف، سيف رشيد لاعب القاسم ب 13 هدف.